السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات سهلة مع أم ضحى. إن شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يلقاكم بخير وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم وصفة المانغوتي بكمية كبيرة وبحبة بيض فقط. نبدأ على بركة الله. في إناء حطيت حبة من البيض، نصف كاس من السكر اللي هنا الخشن العادي، حطيت نصف كاس. نخلط جيدا هذيك الحبة نتاع البيض مع نصف كاس من السكر بهالطريقة. نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا، ثم نضيف نصف كأس من الزيت. نحرك هذيك الزيت جيدا مع هذاك البيض والسكر. جانست لي هذيك الزيت مع المكونات، نضيف لهنا نصف كأس من الماء، والماء هنا يكون بدرجة حرارة المطبخ. نحرك جيدا هذاك الماء مع باقي المكونات بهالطريقة. بعد ما يتجانسوا لي هذوك المكونات نبقى نضيف في الطحين. حطيت لهنا الكاس الاول من الفرينة، ثم نضيف لهنا كيس من خميرة الحلويات وزن 10 غرام، ونحرك الكل جيدا. ثم نضيف الكاس الثاني من الفرينة ونخلطه جيدا مع المكونات حتى يتجانس معايا. وهذا هو القوام اللي تحصلت عليه، وهذا هو القوام المطلوب، يعني ما هوش ثقيل وما هوش خفيف. لهنا نضيف ملعقة كبيرة مملوءة جيدا من الخل، ونحاول ندخل هذاك الخل جيدا بواسطة التحريك بهذه الطريقة. وهوليك القوام اللي تحصلت عليه، يعني قوام الكيك. نسكبه في صينية. عندي هنا صينية اللي كنت حطيت لها ورق الطهي، نحط فيها مزيج الكيك تاعي بهذه الطريقة، ونحاول كيفاش نسقم له الوجه هكذا باش بعد ما يطيب لي ما يجينا جهة طالعة وجهة هابطة. وندخل الصينية تاعي للفرن اللي كان سبق لي وسخنته على اعلى درجة حرارة. وهوليك لو كيك تاعي بعد ما طاب نقطع له لهنا الاطراف بهذه الطريقة، ونحاول نقسم الكيك تاعي في الوسط تماما. ننسى هذوك الجوانب، ثم نقلب هذاك الكيك نتاعي هكذا باش نقلع هذيك ورق الطهي. نحاول كيفاش ننزعوه غير بالعقل، راح يتنزع معنا بكل سهولة. ولهنا عندي شوكولاتة الطلاء، نحط لهنايا كمية لا بأس بها من شوكولاتة الطلي، ثم نوضع عليها الطبقة الثانية من الكيك كما هو موضح في الصورة. ونقطع لهنايا حبات نتاعي بهذه الطريقة اللي أنا قطعت في الوسط، وقطعتهم مستطيلات على شكل المونغوتي اللي تتباع في المحلات، وتحصلت على 10 حبات. لهنا أنا كنت زدت خدمت كيكة ثانية، قسمت لهنا الكيكة نتاعي بنفس الطريقة على 2، ثم مسحت النصف بشوكولاتة الطلي ووضعت النصف الآخر فوق النصف الأول. قطعت لهنا الجوانب ثم قسمت الحبات نتاعي بهذا الشكل، والكمية هذه تاني خرجت لي 10 حبات من المونغوتي. وهمليك حبات المونغوتي تاعي، شوفوا كيفاش جاو، يعني بطبقة من الشوكولاتة في الوسط. لهنا كنت ذبت حوالي 250 غرام من الشوكولاتة، ضفت لهم 4 ملاعق من الزيت، ونبقى نقلاصي في حبات الكيك نتاعي بهذه الطريقة هكذا باش نتحصلوا على مونغوتي المحلات.
يعني ولا هنا للأمانة 250 جرام من الشوكولاتة، ما كملتليش كل الكمية تاع 20 حبة، يعني 250 جرام من الشوكولاتة رايحة تغلف لكم حوالي 10 حبات من المونغوتي. كملت بنفس الطريقة الحبات المتبقية، وهيليك بعد ما كملتهم قلصيتهم ونشفت معايا هذيك الشوكولاتة. لهنا كتزيين خفيف وضعت شوكولاتة، خطوط من الشوكولاتة عفوا، بهذه الطريقة. ولا هنا نصف الكمية المتبقية من المونغوتي زينتها بخطوط من الشوكولاتة فقط، ما قلصيتهمش يعني بالشوكولاتة، حطيت لهم اكتفيت بالتزيين بخطوط بهذا الشكل. وهي ليك المونغوتي انتاعي جاهزة وواجدة بعد ما كملت غلفتها بالشوكولاتة وقطعت لها خطوط كتزيين، يعني تجي بزاف بنينة تماما مثل نتاع المحلات، وبمقادير اقتصادية وبسيطة، يعني بحبة بيض تحصلنا على 10 حبات من المونغوتي. شوفوا لهنا نقسم معاكم حبة هكذا باش تشوفوا القوام تاعها كيفاش جانا من الداخل وكيفاش جاتنا هذيك يعني لهبط نتاعها كيفاش جات خفيفة وطرية. نقسم لهنا معاكم، صدقوني يعني تجي تماما مثل اللي تتباع في المحلات. شوفوا القوام تاعها، شوفوا هذاك الكيك تاعي كيفاش جاني ارطب، يعني تجي بزاف بنينة. هذه كانت الوصفة نتاع نهار اليوم، نتمنى انه تكون نالت اعجابكم وتجربوا الوصفة وتنجحوا فيها. ما تنسونيش من تشجيعاتكم باللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. الى الملتقى ان شاء الله، والى اللقاء.